بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل مع بعض طريقه عمل السينابون يا اولاد، للناس اللي بتحب السينابون زي حالاتي كده، عشاق السينابون يعني. ان شاء الله نعمله بطريقه سهله. يلا نسمي الله، بسم الله. هنحط هنا معانا نص كيلو من الدقيق، هنحط معلقه من الخميره، معلقه كده وشويه، انا عايزه معلقه هرميه مليانه. بصوا، انا حطيت طبعا الكيس كله هو معلقه بالظبط، تمام كده. هنحط ايه، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره. حطيت شويه معلقتين من السكر، حطيت شويه من الملح، معلقتين لبن بودر. هنقلب المكونات الجافة كده مع بعضها. هنا يا ولاد هنزل بايه، باتنين بيضة، حط عليهم فانيليا اساسي طبعا، وهنحط معلقة من الخل. حطينا هنا طبعا ايه المكونات بتاعتنا الجافة في العجان، وهنبدأ نشغل عليها. هنزل عليها بالاتنين بيضة يا ولاد كده زي ما انتم شايفين، واحطها بس تاخد لفة واحدة في العجان، وهبدأ احط لها بقى ايه المية للعجن، لفة واحدة بس. بصوا ما كملتش ثانية. وبعد كده بقى معايا كوبايه ميه للعجن، طبعا نزلت بنص الكوبايه، والباقي هنزل بيه واحده واحده. خدوا بالكم ان هنا كترت الميه، احتجت معلقتين من الدقيق، ما تغلطوش غلطتي، انزلي بواحده واحده كده. المهم خدت مني ايه حوالي ايه كوبايه الا حاجات بسيطه من الميه المفروض يعني. انا زودت شويه، اتسرعت وحطيت الكوبايه كلها. كنت بتكلم في اللايف يا ولاد، ودايما احذركم من الموضوع ده، بس انا وقعت فيه، مفيش مشكله خالص. انا ظبطت الدنيا، حطيت معلقتين من الدقيق كمان. هنا العجينه اتعجنت معايا كويس قوي، بقت بالقوام اللي انا كنت بوريه لكم ده. هنا بحط عليها حوالي معلقتين من الزبده، هتعجن شويه كده بس كده، انا مش عايزه اكتر من كده. وكان ده كان قوام العجينه بتاعي. وعايزه العجينه بتاعتي مش عايزاها ناشفه ولا يابسه، عايزاها طريه بتلزق بس ما بتمسكش في الايد. يعني بتلزق بس مجرد تلزيق كده، بس مش بتلزق تمسك في ايديكي. بصوا، اهي عجينه ناعمه طريه. بصوا اهو انا بعمل كده بس العجينه ما بتطلعش في ايدي. هو ده القوام المظبوط لعجينه السينابون يا ولاد، بالطريقه دي. هنا بقى معايا معلقه من الكاكاو، معلقتين من القرفه، معلقتين من السكر البودر. حطيتهم في الطبق كده يا ولاد، وايه دول الحشوه اللي احنا هنمشي بيها ان شاء الله. هنا بقى يا حبايب قلبي هبدا اعمل الصوص على بال ما العجينه ترتاح اكون انا عملت الصوص بتاع السينابون. اول حاجه نزلت ايه بقطعه زبده كده حوالي معلقتين برضو هرميين كبار. وهنا معايا يا ولاد ربع كيلو من الجبنه الكريمي، انا بستعمل جبنه كيري. ومعايا كوبايه من الحليب. ومعايا معلقتين من اللبن البودر. لا، مش معلقتين، استنى عشان انا نسايه بقى. هنا احنا نزلنا بالجبنه 3 معالق من الكريم شانتيه، كوبايه الا ربع من اللبن البودر. بصوا يا حبايبي دول ايه 3 معالق كريم شانتيه زي ما انتوا شفتوا كده. هنا كوبايه اللبن سخنتها يا ولاد، وهنزل بيها سخنتها. خدوا بالكم، عايزه اللبن سخن. بصوا اهو، وهضرب بقى ايه كل الحاجات دي، المكونات دي كلها مع بعض. وبعد كده ايه طبعا بعد ما تخلص انا هدخلها التلاجة. بصوا ده كان الصوص معايا اهو، ده صوص السينابون يا ولاد. هدخلها التلاجة، حطيتها هنا عشان اعرف اصب كويس على السينابون. هنبدا بقى هنا العجينه كده معانا ارتاحت يا ولاد، هنبدا نشتغل في العجينه بتاعت السينابون. ركزوا بقى كده معايا. هنفرد العجينه مربعه، ونحط الحشوه فيها، هتشوفوها بقى بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي. طبعا احنا العجينه بتاعتنا طريه، فلازم نرش دقيق عشان العجينه ما تلزقش ايه وتتعبنا يعني. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه يا ولاد عامله ازاي؟ زي الملبن بالظبط. هنفردها بقى هنا ايه بالمردنه بتاعتنا، رشه دقيق عشان ما تلزقش معانا في المردنه، او في النشابه على حسب بقى ايه كل واحد ايه ما بيسميها بقى. هنحاول بقى نفردها ايه مربعه على قد ما نقدر. عايزين نعملها مربعه، ايه نحددها برضو بالسكينه. وبعد كده نبدا ايه نشكلها، نحط فيها الحشوه بتاعتها. الحشوه بتاعتنا يا ولاد هتبقى عباره عن ايه بقى؟ برضو ايه معانا معلقتين من الزبده، هندهن بيهم. خدوا بالكم العجينه اللي بتطلع دي برضو مش هرميها،
برضو هشغلها هتشوفوني في الاخر. بصوا حبايبي، هنحط بقى هنا ايه حوالي معلقتين من الزبده كده. انا الزبده هحط منها كده، لقيتها ماسكه في الاول فسيحتها على النار، فككتها بس على النار. بعد ما فردنا ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بص حاولت احط الزبده كده، اوزع الزبده. طبعا زي ما انتوا عارفين يا ولاد، عشان احنا في شتا دلوقتي، فالزبده ماسكه نفسها، يعني كانت بره بدرجه حراره المطبخ، بس برضو لقيتها جامده. فانا عملت ايه بقى، خدتها فككتها كده على النار، يا دوبك فكت على النار، وبدات اوزعها كده على العجينه بتاعتي. ومعايا بقى الحشوه اللي انا هحشيها زي ما قلت لكم. معايا كده 3 معالق من السكر البودر، معلقتين من القرفه ممسوحين، ومعلقه برضو ممسوحه من الكاكاو. انت مش حابه قرفه استبدليها بالكاكاو مع السكر. بصوا هنا ايه، هنحط دي الحشوه بتاعتنا، احنا بنحب القرفه، فانا حطيت قرفه طبعا. القرفه طعمها بيبقى حلو جدا يا جماعه. مع الزبده بقى بتدي طعم حلو جدا، وريحه حلوه، وريحه احلى كمان يعني. بصوا حبايبي بالطريقه دي كده. وفي الاخر هنوزع بقى ايه كل الحشوه بتاعتنا دي بالفرشه السيليكون، بس ما تكونش ايه اللي احنا عملنا بيها السمنه، عشان ما يمسكش فيها الحشوه وتبوظ الدنيا، لا. فرشه تانية بقى نضيفه كده هوزع بيها. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتسهل علينا الدنيا. وهنبدأ بقى نلف ايه السينابون بتاعنا رول كده. طبعا العجينه بتاعتنا طريه، بس مفيش مشكله خالص، احنا بنسيسها. طريان العجينه ده بيخلي العجينه معاكي عامله زي كحك عارفه انت كحك العيد الدايب كده، طعمها بيبقى تحفه، وتدوب في بقك كده بتبقى جميله. لحد ما نوصل لحد الاخر كده. هبدأ اقطع. انا بصوا هنا بعمل ايه يا ولاد، بقيس صباعين واقطع، انا مش عايزاها كبيره ولا عاليه، انا مش عايزاه، انا عايزه حجمه صغير، عشان اللي ياخد واحده ياكلها كلها. كده بيبقى افضل يا جماعه. بصوا حبايبي اهو كده بالطريقه دي، عشان برضو يبقى عندنا ولاد صغيرين برضو كده، اللي عايز ياخد ما ايه ما يفوت يعني، ما تفوتش منه حاجه، يقدر ياكلها ايه كلها. بصوا حبايبي، خدوا بالكم ان اللي احنا عاملينه ده يا ولاد نص كيلو من الدقيق. طبعا انا خلصت هنا العجينه وسبتها تخمر شويه. بصوا بسم الله ما شاء الله. دخلتها الفرن بعد ما سبتها حوالي 10 دقايق بعد ما اشتغلت فيها وخلصتها. بصوا حبايبي والله العظيم بيدوب كده يا ولاد، وريحته وطعمه تحفه. بصوا العجينه طريه جدا وجميله، يعني تلاقي السينابون قلبه طري كده وجميل، وفي نفس الوقت كده الغلاف الخارجي مخربش كده، ومن جوه طريه وحلو جدا. هنا بقى نوزع عليها ايه الصوص اللي احنا عملناه بتاع السينابون يا ولاد، سيبناه في التلاجة بقى طبعا تماسك زي ما انتم شايفين كده. لازم تدخليه التلاجة شويه بعد ما تعمليه. خدوا بالكم اللي انا حاطاه في طبق التقديم ده مش هو ده الكميه اللي انا عملتها كلها، تقريبا كده فيه يعني حوالي نص او اقل شويه في الصينيه لسه. بس انا نزلت بالصوص كده في طبق التقديم على قد يعني طبق التقديم خد مني، لكن الصينيه لسه فيها ده، كل ده يا ولاد بسم الله ما شاء الله من نص كيلو سينامون. وطعمه تحفه وطريقته جميله جدا يا ولاد، وجربوها هيعجبكم قوي. بصوا هنا بقى يا ولاد ايه، انا ما حبيتش احط عليه شوكولاته ولا كراميل المره دي. حطيت توت البري. بص التوت البري طعمه حلو جدا، ومدي ذوق حلو قوي كده، لونه موف كده جميل، هو مش باين قوي كمر ظلماه. بس التوت البري طعمه جميل قوي يا حبايبي. بصوا وشكله تحفه بصراحه، ولونه حلو قوي. يلا حبايبي جربوه بقى كده ان شاء الله يعجبكم، وطريقته سهله جدا على اي حد اول مره بيعمل سينابون. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. يلا سلام عليكم.